شفنا كلنا الفيديو اللي نزله ابو زياد امبارح، والفيديو ده عبارة عن جرس انذار لدق طبول الحرب بين ابو زياد وبين عيلة الحاج جابر. تعالوا نعرف التفاصيل مع بعض في فيديو النهاردة. اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو اول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل. كلنا شفنا الفيديو اللي نزله ابو زياد امبارح، وشفنا عنوان الفيديو اللي كان منزله، وعنوان الفيديو بيقول ان ابو زياد قفل لحمدي ووفاء صفحتهم على الفيسبوك اللي كان عليها ما يقارب 7 مليون او 6 مليون متابع. ابو زياد اتكلم في الفيديو، كان فرحان جدا جدا جدا، وقال هو ده العيد بالنسبة لي، وان الدنيا داين تدان، زي ما قفلتولي صفحات كتير وقنوات كتير انا مسكتش وانا اخدت حقي، واللي هيطلع يهدد او يلقح بالكلام انا هقفل لكم هنا وهنا. وطبعا كلنا فاهمين يعني ايه هنا وهنا، وده كده يعتبر بمثابة بداية الحرب بين ابو زياد وبين عيلة الحاج جابر. بس ابو زياد بيطلع يتكلم، لكن عيلة الحاج جابر ما بيطلعوش يتكلموا في اي مشاكل واي تفاصيل. بس انا شايفة ان من رأيي كده الحرب عمرها ما هتنتهي، وكده المشاكل عمرها ما هتنتهي ايا كانت تفاصيلها. اللي انا من جوايا قناعة شخصية ان في جزء بيبان على السوشيال ميديا، وفي حاجات كتير قوي 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 ما بتبانش، واللي هيتظلم في الموضوع ده هم الولاد، لان الولاد كل مدى بيبعدوا والمسافة بينهم وبين ابوهم بتبعد اكتر. كان المفروض يا ابو زياد تهدي الدنيا شوية، وزي ما بيقولوا بالبلدي لاجل الورد يتسقل عليه، تقعد معاهم وتشوف ايه المشاكل اللي بينكم وايه الخلافات اللي بينكم وتحاولوا تحلوها. الموقف اللي واخدينه منك عيلة الحاج جابر واضح انه كبير، وايه تفاصيله وايه خباياه الله اعلم. واي حد هيطلع يجود ويقول مين ظالم ومين مظلوم، لا مش من حقنا، لان احنا ما نعرفش التفاصيل. لان انا قلتها قبل كده وهقولها تاني، اللي ورا البيبان بيبقى اكبر بكتير من اللي بيبان لنا على الشاشة او اللي بيبان لنا على السوشيال ميديا. فالمفروض ان زي ما بيقولوا لاجل الورد يتسقل عليه، تقعد وتتكلم وتحاول مرة واتنين وتلاتة وعشرة وعشرين، وحتى لو وسطت مليون واحد خليهم 2 مليون 10 مليون، علشان خاطر انت مش عندك وردة واحدة عندهم، انت عندك 4 ورود. 4 ورود هم المفروض يكونوا عكازك لما تكبر، هم يكونوا ظهرك لما ظهرك ينحني، هم المفروض يكونوا سندك في الدنيا بعد ربنا. ايه اللي قلب الدنيا كده بينكو؟ انا ما اقدرش اقول ايه اللي قلب الدنيا كده، ولا حد في الدنيا يقدر يجود ويقول. مهما سمعنا ومهما شفنا من ورا الشاشة حاجات كتير جدا اكيد احنا ما نعرفهاش تخلي عيلة كاملة يقلبوا على اب بالشكل ده، ويحرموه من ولاده زي ما بيتقال ان هو محروم منهم وممنوع يشوفهم، وحاجات كتير جدا. اكيد في اسباب قوية للموضوع ده، انا ما اقدرش افتي من نفسي واقول ايه الاسباب، لان كل اللي احنا شفناه ما اظنش ان هي دي كل الحقيقة. حاول، نصيحتي اذا كنت سامعها او مش هتسمعها، بس ده رأيي الشخصي، حاول تحل، لان اللي انت قلته امبارح ده مش حل، بالعكس ده بيزود الامور تعقيد اكتر واكتر، وبيبعد المسافة بينك وبين ولادك اكتر واكتر، لان الولاد متعلقين بجدهم وجدتهم وخلانهم، وعشان انت تقربهم ليك انت محتاج مجهود جبار. ايه اللي يخلي الولاد يبعدوا عن ابوهم بالشكل ده؟ الله اعلم التفاصيل، والله اعلم ايه اللي حاصل. بس اللي انا اعرفه ان عشان خاطر ولادي لازم احاول مليون مرة، لازم احل بدل المرة 100 مليون مرة. لكن اني انا ازود الامور تعقيد واقفل صفحات واقفل قنوات والقح بكلام واعمل اللي بيبان قدامنا في الفيديوهات ده مش هيحل يا ابو زياد، ومش هيرجع لك ولادك، والامور كده بتزداد تعقيدا. ربنا يهدي الحال ويصلح لكم احوالكم كلكم كعيله، ويلم شملك على اولادك. اكيد ان لم شملك على اولادك دي امنيه كل حد جواه خير، لان كلنا ابهات وامهات وعارفين يعني ايه الضنا، وعارفين يعني ايه فراق الضنا. لكن اللي انت بتعمله غلط، انت كده بتزود الامور تعقيد. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناه، دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.